صار في كل مكان. تحية طيبة عطرة من مكة المكرمة، ونحن نشرف المدينة الحبيبة الرحيبة بأهلها وغادتها. من مكة لقاء استثنائي مع شخصية استثنائية عرفت بالنجاح في كل المجالات، رياضيا واجتماعيا وثقافيا. رجل أعمال لا يشق له غبار، رياضي مطبوع، قيادي رفيع، اجتماعي من الدرجة الأولى. كان نجم لقاءاتنا في هذه المدينة الحبيبة، مدينة مكة المكرمة. حقيقة سعدنا بلقائه اليوم بمكتبه الفخيم. الرجل كل ما ذكر اسمه ذكر النجاح. الرجل تدرج في العمل الرياضي إلى أن وصل لرئاسة أكبر الأندية لمكة المكرمة. معنا نتابع بعد الفاصل من هو ضيف SR في هذه الأمسية. أبدأ يومي على هواك، تسعد اللحظات معاك، رحلة تعبير بتلمنا، لحظة هنا لحظات هنا، ذكرى حلوة ضمنا، كل ثانية بتجدد هنا، يفوح عبير الورد فيك، كل القلوب فرحانة بيك، تشتاق وأكيد ما يغيب ندى، مع سبلندد يزيد بها. مجموعة عطور سبلندد الفرنسية الوكيل الحصري بالسودان، أعمالها سوداني وأصيل، في دم جاري النيل، نجم عالي حلمه غالي، ونور النجوم دليل، قدامه سكة نجاح، وبيعرف كيف يبدأ صح، دربه أخضر بابه واسع، في إيده له مفتاح، إنجازه ولو كان بسيط، بالفرحة بنحكي ونعيد، بيصفي النية بهمة قوية، جوا وطموح بيزيد، سوداني وأصيل، في دمه جاري النيل، نجم عالي حلمه غالي، ونور النجوم دليل. سوداني وأصيل، في دمه جاري النيل، نجم عالي حلمه غالي، ونور ضيفنا عبد المعطي عبد الله كحكي، رئيس نادي الوحدة مكة السابق، واحد من الشخصيات التي كتبت اسمها بحرف من نور في سماوات النادي. سعيدين جدا باستضافتك اليوم أستاذ عبد المعطي. شكرا لك أستاذ عمار، وشكرا لأحمد، يعطيكم العافية، وتحية طبعا كبيرة وخاصة لقناة SR. الله يسلمك. بداية قوية جدا عرفها كل الناس، يمكن نادي الوحدة من الأندية الكبيرة جدا في الخليج بصورة عامة، وفي آسيا بصورة خاصة، وفي المملكة العربية السعودية بصورة أخصة أو أكثر خصوصية. نحن نتحدث عن التأسيس، البدايات، الكرة الحديثة، الصناعة. لديكم أكاديمية لها وزنها، حدثنا أكثر عن هذه الأكاديمية. أكاديمية الحمد لله، أسسنا أكاديمية تحت مسمى أكاديمية الكاكل لكرة القدم. طبعا تعنى الأكاديمية بتعليم الصغار أساسيات وفنون كرة القدم. طبعا من خبراتنا السابقة في نادي الوحدة ولله الحمد، قلنا لازم نفيد الشباب ونفيد النشء والجيل القادم. أنا ما زلت الحمد لله مؤمن إنه الصغار والشباب هم المستقبل، سواء يعني في كرة القدم وفي الرياضة في التعليم أو في البزنس عموما. فالحمد لله عندنا أكاديمية موجودة، حوالي فيها طبعا حوالي تقريبا 120 لاعب صغير، وبنحاول نحن بنسوي لهم برامج يعني مصاحبة أكيد طبعا ترفيهية فعلا وثقافية تعليمية. ايوه، لانه
انت بتحاول مو بس تعلمهم كره القدم، بتحاول انك تبني كمان، بتساعد في بناء شخصيتهم للمستقبل. نعم. وبعد كده ان شاء الله يكون هم عاد يختاروا نواه. ايوه اذا كانوا يستمروا في المجال الرياضي وكره القدم، او انه يسلكوا مجال ثاني، لكن في النهايه الشخصيه وتكوين الشخصيه هو اللي يكون المهم وهو الاساس، انه خليهم ان شاء الله ينجحوا في حياتهم باذن الله. العافيه. بالنسبه لنادي الوحده، نادي الوحده اقدم نادي سعودي. طبعا في كلام انه هو من اول نادي تاسس في المملكه العربيه السعوديه، الكلام طبعا عن نادي الوحده وعن نادي الاتحاد، لكن الشيء اللي هو مثبت انه الكوره اول ما لعبت في المملكه العربيه السعوديه لعبت في مكه. والشيء المثبت طبعا اول كاس ملك حصل عليه نادي الوحده اللي هو كان بالتاريخ العربي 1377 هجري، حصل على كاس الملك نادي الوحده، فهذه اشياء مثبته ولله الحمد. طبعا المنافسه بعد كده صارت قويه، بعد كده تاسست انديه كثير وصارت المنافسه كبيره طبعا بين الانديه، لكن يظل نادي الوحده من اعمده الانديه والكره السعوديه. صحيح. طبعا الحمد لله يعني ترأست نادي الوحده العريق في عام 2009. طبعا بدايتي في نادي الوحده طبعا كانت كعضو مجلس اداره عام 2001. وبعد كده كنت نائب رئيس، و2009 طبعا تم تكليفي من قبل امير الرياضه في تلك الفتره الامير سلطان بن فهد يعطيه العافيه، تم تكليفي كرئيس لنادي الوحده، وكانت كلها فترات الحمد لله بالانجازات والكاسات. الحمد لله. نترككم مع الانجازات والكاسات والتحديات والفتر الزاهيه الباهيه التي قضاها نادي الوحده. بعد أن تم الإعلان عنه في صحيفة الصدارة عبد اليوم، الصحيفة الرياضية السودانية. نحن نتحدث معك بذكرنا للصدارة السودانية، نتحدث عنك لك عن السودان، ولك علاقة طيبة جدا ومحبة خاصة للسودان وأهله، من نجوم دوليين إلى لاعبين ارتقوا وترقوا عبر نادي الوحدة السعودي. صحيح، يعني في علاقة زي ما ذكرنا في بداية الحوار، إنه في علاقة طبعا رياضية وغير رياضية اجتماعية طبعا تجمعنا مع الأخوان في بلد السودان والأشقاء في السودان. بالنسبة للعلاقة الرياضية زي ما ذكرنا، في لاعبين من السودان جو لعبوا في نادينا نادي الوحدة، لكن لي أنا شخصيا طبعا الأخوان والرياضيين في السودان لهم معزة خاصة طبعا. وطبعا في علاقة، طبعا العلاقة جاءت عن أخونا طبعا اللي هو يعتبر رئيس رابطة الرياضيين المحترفين. بذكر الأستاذ عمر. أيوة الأستاذ عمر رئيس الجالية في مكة. نعم. أيوة له التحية والتقدير في مكة. نعم. طبعا عن طريقه طبعا عمر عباس العلاقة توطدت الحمد لله. أيوة. وكان لنا نصيب إن إحنا نظمنا مباراة خيرية وحفل خيري بقدام اللاعبين السودانيين هنا في مكة. وأذكر اللاعبين طبعا بعضهم من جو حضر طبعا ولعب المباراة الخيرية، وكان موجود كان أصبح سفير علي جاجرين، السفير علي جاجرين طبعا، وفيصل عجب هلال المريخ والحارس بريمة ما شاء الله. المريخ مجموعة كبيرة الحمد لله جو لعب مباراة خيرية مع نجوم السعودية، ومعظمهم كان من نادي الوحدة. حارس المرمى يونس الطيب. حلوه المباراة، حلو الكلاسيكو السوداني عزيزي المشاهد. الآن يأتي الخطأ في الكرة الماضية، وتأتي المحاولة مستمرة في الكرة الماضية. هذه كرة تلعب الآن ومحاولة فرصة جول الضي يشعلها
سيد البلد سيد البلد سيد البلد أزرق در اسمه الهلال. ثاني لهذا النادي؟ ما أعتقد، الحمد لله الآن احنا مرتاحين. كانت طبعا فترة طويلة زي ما قلت لك أخوي عمار، يعني كنت من عضو مجلس إدارة نائب رئيس لرئيس، وجاء الآن الفترة الواحد فيها يرتاح وينتبه لأشغاله ولأعماله ولعيالنا كمان. بعد الحمد لله فترة طويلة قضيتها في النادي. صحيح. نجاحات اتحققت في عهدك على كافة الأنشطة. نعم. برضو أذكر هنا أخوي عمار، عائلة الكعكي عائلة كروية ورياضية من قديم الزمان. طبعا نذكر العم عبد الله عطية كعكي، أول من لعب كرة القدم في مكة وفي نادي الوحدة، وبعد كده لما اعتزل طبعا أصبح حكم، وهو يعتبر أول حكم سعودي يحصل على الشارة الدولية. طبعا بعد عم عبد الله عطية طبعا جاء أخوي الكبير يعطيه العافية الشيخ عادل الكعكي اللي هو ترأس مجلس شرف نادي الوحدة. طبعا بعده أخوي سامي، برضه سامي كعكي، والسيرة الرياضية. نعم الله يسلمك، كان برضه أمين صندوق في نادي الوحدة وعضو مجلس إدارة. وبعده رأس النادي لفترة طويلة حاتم عبد السلام اللي هو يعتبر يعني ايش ابن اختي. وبعد كده جيت انا زي ما ذكرت لك. فالان طبعا الجيل الجديد لازم نذكره. في نادي الوحده اياد محمد كعكي اللي هو يصير ابن اخويا برضه، الان هو عضو مجلس اداره في نادي الوحده في المجلس الحالي. نعم في المجلس الحالي صحيح. وفي نادي الاتحاد في نائب رئيس نادي الاتحاد احمد عصام كعكي اللي هو برضه كمان يصير ابن أخويا. يا سلام. صار في كل مكان أطيب تحية من مكة. كنا سعداء جدا بهذا اللقاء الطيب الأرحب في هذه البلدة الطيبة المباركة مكة المكرمة بكل طيفها وكل نضارها وطيبها وجمالها. سعداء جدا وأن نكون بين رجل طيب الخلق حسن السيرة جميل الخصال والصفات. كنا في حضرته اليوم في لقاء التطلعات والآمال والأمنيات والإشراقات والتحديات. كان عبد المحطي عبد الله كحكي بكل رونقه وجماله وتحديه وفكره الكبير. كنا في حضرته اليوم في لقاء نحسب بأنه لقاء السحاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.